البرتغالي أموريم تحت الضغط، تحت الضغط من كل جانب، من كل مكان ومن كل مشجعي اليونايتد. أموريم رغم كل الصفقات اللي عملها ورغم الأموال اللي صرفت، لكن تحس برضه إن في مشاكل دفاعية وما زال النتائج مش هي. بالنسبة لميجا ماين هيكون سهل جدا عليه إنه يحط برناردو سيلفا ودوكو وكده، ما عليهوش أي ضغط. سيبك بقى من اوسكار بوب والكلام ده يا جوارديولا، في مباريات معينه تلعب بيها، لكن ديربي مانشستر محتاج خبره، محتاج لعيب يقدر يعمل فارق فعلا. لكن هالاند وسفاح الشباك وعامل سوبر هاتريك في المنتخب بتاعه وقالب الدنيا، وتشيب اللي حطه برجليه الضعيفه كان هايل وكل اهدافه جميله، سفاح شباك فعلا. ما تقوليش مستواه بيقل، هي الفكره التمويل، التمويل اللي بتروح له انت بتلعب عليه بتلاقيه هيجيب اهداف، لان مين ماشين ده ماشين حرفيا سفاح. اديله الكوره صح. انا بقول الكلام ده الموسم اللي فات، ادي للفيرود التارجت الهايل السريع القوي، اديله عرضيه صحيحه، اديله ثرو باس صح، هيجيب اهداف. الناحيه الثانيه شيشكو يا جماعه لحد دلوقتي ما بداش ولا مباراه، واعتقد ان المباراه دي فرصه كويسه ان هو يبتدي، خاصه بعد اصابه كونيا، ويكمل بديالو، ويكون برونو فرنانديز زي ما بيحب يكمل لقدام. صلاح افضل بكتير من ستونز من وجهه نظري، وادى مباراه كويسه جدا رغم الانذار اللي خده، مفيش اي مشاكل. نص الملعب المفروض ان هيكون فيه رودري بعد عودته وبعد ما شد حلو شويه، جنبه تيجاني يعني مفضل عن نيكو كونزاليس، لانه لعيب مبتكر وبيقدر يحط الكور جميله ويشوط ويكمل، يقدر يكمل بوكس تو بوكس. من ناحيه الشمال دوكو لو جاهز وكويس انا ما اعتقدش ان هو يقعد دكه ابدا. اما ديالو وجوده في المباراه دي مهم، لانه بيقدر بسرعته يستغل المشاكل اللي موجوده في دفاعات مانشستر سيتي. لكن اليونايتد نفسه عنده مشاكل دفاعيه، لانه بيلعب بثلاثه وبيسيب الاطراف. من ناحيه الشمال دونجو بيبقى وراه بعض المساحات، وهو لعيب بالمناسبه يعني مش مدافع قوي. مانويل اوجارتي اعتقد المفروض ان الجوز دول يكون ليهم دور مهم جدا، وبويمو اكيد لازم هيكون موجود. شيشكو من وجهه نظري انا يبدا ويعمل الخلخله. دوناروما اهلا بيك في الدوري الانجليزي، العملاق الايطالي اللي اكيد هيكون واقف اساسي قدام مانشستر يونايتد، وهيفرق جدا جدا الاطمئنان اللي هيديه للاثنين المدافعين اللي قدامه في نص الملعب، التصديات الخياليه وطريقته في حراسه المرمى. مباراه يعني شويه صغيره ولو قد كده مايله ناحيه بيب جوارديولا، لكن ما زال اليونايتد عنده فرصه بمبويمو. ماتش مثير، نتيجته فعلا غير متوقعه. وما دام وصلت لاخر الفيديو معايا، يا ريت ما تنساش شير لايك سبسكرايب، ويا ريت تقول لي رايك وتكتب لي في الكومنتات. بحترم جدا الناس اللي بتبعت لي رسائل. اشوفكم على خير ان شاء الله. معايا محمد القاضي، الدوري الانجليزي غير ملعوبه بودكاست.